يقول: زوجتي طالق إن تزوجتها بعد هذه الخطبة. وذلك أن هذا الشاب كان يريد الزواج، فجاء موعد العقد، فبدأ الشيخ بالخطبة، فاستفتح بحمد الله عز وجل وأطال، ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وأطال، ثم ذكر البدء وخلق السماوات والأرض واقتص القرون حتى مل الحاضرون. فلما انتهى من ذلك التفت إلى الشاب الجميل الذي يريد أن يتزوج فقال له: ما اسمك؟ فقال: نسيت اسمي من طول خطبتك، وهي طالق إن تزوجتها بعد هذه الخطبة. فانصرفوا وعقدوا مجلسا آخر. وهذه القصة يذكرها العلماء في ذم الإطالة، وأن إطالة الكلام في الأصل مذمومة، وكانوا يقولون: أفضل الكلام ما كان قليله يغني عن كثيره، وظهر معناه في لفظه. فأفضل الكلام هو ما جمع بين أمرين: أن يكون قليل اللفظ كثير المعنى، وأن يكون ظاهرا واضحا ليس فيه تعقيد. وإذا اجتمع هذان الأمران في معلم أو خطيب أو متحدث كثر الانتفاع بكلامه. والنبي عليه الصلاة والسلام له القدح المعلى في ذلك، فقد أوتي جوامع الكلم. ولذلك تجد كثيرا من الأحاديث النبوية هي جمل قصيرة لكنها ذات معان كثيرة. وبعض الناس يظن أن إطالة الكلام دليل على كثرة العلم، وهذا ليس على إطلاقه. قد يكون بعض الكلام كثيرا وكله علم، لكن في الغالب إذا كان الإنسان خطيبا أو معلما أو متحدثا فإن كثرة كلامه دلالة على عجزه، ويسميه بعضهم العي الناطق. العي هو العجز عن التعبير، يعني أن هذا الإنسان بسبب عجزه عن إيصال الفكرة أطال الكلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. وخلاصة الكلام أن أحسن البلاغة وضوح الدلالة وحسن الإشارة.